وحصلت ماي، والله ايش قال بقرانه وجعلنا من الماء كل شيء حي. معقوله الحكومه المتنفذين ما يشوفون هذا الموضوع؟ هاي اخوتكم ذول المزارعين مطلبهم مشروع، ومطلبهم يردوا لهم سالفه تقول ياكلون لهم خبزه سوى، والخبزه لابو الحاصوده ولابو الكاروبه ولابو المطعم ولابو القماش وللمريض ولابو الصيدليه ولابو المحل الغذائيه ولابو السياره ولابو المحل الفيتار ولابو المحل ابو الدهين. فالخبزه الفلاح ما مقتصده ترى على واحد. اساسا لو ترجع للمطعم المبسط به، المواطن منين يجي؟ من الفلاح. السياره منين اجت؟ من الفلاح. الكاروبه منين اجت؟ من الفلاح. حتى التبليط اجى من الفلاح. هاي واردات تدخل الدوله. فاحنا بهذا اليوم الخميس المبارك، اليوم الجمعه المباركه، نناشد الرئيس الوزراء نقول له نمشي عليك جمعه رسول الله، لا تخلي الوادم بهذا الموقف، ولا تخلي الوادم يذرع عليها التراب، وانت من عشيره اصليه وطيبه ومتفهم، وانت مظلوم دورين، مظلوم ظلمك الطاغيه صدام، وهسه وصلت للحكومه وانت جيت من مستوى فلاحي. فريد من عندك ان تراف بحال هاي الناس، واللي بمجال الطلقه لهم وما عندهم طلبات ضخمه، عندهم طلب التعويضات وعندهم طلب زياده الزراعه. هاي المليون، ترى المليون مثل اللعب المحابس، ما تعرف عد من مبيت. صحيح. تقول له ذبه يقول لك بات. فهذا المليون من القائم اللي حدودنا ويا سوريا نهايه بسفان بالبصره، شردون يعطون دوائر الزراعه بالعراق دون 100 3. فاحنا نناشدك بالانسانيه وبالقوه، وبهذا اليوم الجمعه جمعه رسول الله يجمع المسلمين والمؤمنين ويصلي بيهم ويخطب بيهم، ونمشي عليك هاي اللي الله امر بيها. هاي البذره مالت الحنطه اللي لحد الان هي مو موسم زراعتها، توها طبت وشوفها لكونها واقعه من السيارات وانبتت تجاه الماء. نمشي عليك الله ومحمد وعلي ان تلتفت لهاي الناس، اخوتنا بالكوت الظاهرون، اخوتنا بالناصريه الظاهرون، اخوتنا مفرق غماس اللي مفرق طرق المحافظات الجنوبيه والوسط كلها. فاحنا نناشدك ان تفحل موضوع المتظاهرين وتطلق لهم بندين، بند التعويضات وبند زياده المساحه الاراضي الزراعيه. ما رايدين من عندك شيء. وفي الختام نشكر اللجان التنسيقيه والمتظاهرين والمزارعين اللي واقفين امامنا، واللي من بدايه يوم السبت يوم 1/11 لحد الان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.